في العهد القديم في التوراة المزعومة في سفر أشعياء في الإصحاح 19: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة وتهرق روح مصر داخلها. قادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة. وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين. وأغلق على المصريين في يد مولى قاسم فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود. روح بص امك عبو وتعال. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. أو تمنعها من بناء سدود. اتهمت اثيوبيا مصر بالمماطلة في توقيع اتفاق جديد لتقاسم. أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر. وكانت كل من إثيوبيا وبوروندي وأوغندا وتنزانيا قد وقعت على الاتفاق في عنتيبي الجمعة الماضية بشأن اقتسام مياه النيل، الأمر الذي أغضب القاهرة والخرطوم. الحل ليس محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه. وحذرت مصر من بناء أي سدود جديدة على النيل قائلة إنها يمكنها منع إقامتها. نتخذ إجراءات الدولية لمنع هذا. وماذا عسى القاهرة أن تفعل؟ كما جاء في تقرير لمركز المعلومات التابع للحكومة المصرية أن مصر حاليا تعتبر من الدول الداخلة تحت خط الفقر المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد 860 مترا مكعبا سنويا، في حين أن خط الفقر المائي يبدأ من 1000 متر مكعب سنويا. ويخشى مراقبون أنه إذا تم التقليل من حصة مصر في مياه النيل فإن ذلك سيعمق الفجوة الغذائية. وبعد الحظر الذي فرضته مؤخرا روسيا على تصدير العقود النهارده اللي هي محل بحث بيننا وبين روسيا توقف في توريدها سيكون له تأثير سلبي، بمعنى ان هيكون هناك تبلغ التكلفة الإضافية لتعويض فرق السعر من استيراد القمح من روسيا من 2.5 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه. أنا بقول لكم خبر واضح إنه في 3 حاجات مهمة مش هتبقى موجودة في ال10 سنين الجايين: قمح، ميه، طاقه. الخناقه بتاعت الميه وشايف مشكله القمح وشايف مشكله الطاقه. بس ده معناه ان هيبقى يعني خلاص عندنا دول حوالينا هتقفل علينا الميه، واوعوا تصدقوا اي حد يقول لكم ما تقلقوش وكله هيبقى تمام. قعدوا يقولوا لنا ما تلاقوش لغايه ما فجاه الناس دول طلعوا بيعملوا السدود بتاعتهم دلوقتي وبيعبوا البحيرات بتاعتهم. على موضوع القمح ده مرعبه، يعني التقارير مكتوبه في الايكونومست والفاينانشال. مصر تاني دوله في العالم بتشتري قمح كاش، مش هيبقى. وتنتن الانهار وتضعف على فكره مش وتجف سواقي مصر طاقه يكفوك، ويتلف القصب والاسد والرياض على حافه النيل. وكل مزرعه على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون. ويخزى الذين يعملون الكتان الممشطة والذين يحيكون الأنسجة البيضاء، وتكون عمدها مسحوقة، وكل العاملين بالأجرة مكتئب النفس. إن رؤساء صوعن أغبياء، حكماء مشير فرعون مشورتهم بهيمية. كيف تقولون لفرعون
أنا ابن حكماء مسيحيا ابن اغتصب ملوك طفلة قدماء، مسلمة فأين هم حكماؤك فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على ده بسياساته انها ينجي مصر وتكون اقل الخسائر. محدش ابدا ضاع في الطريق ومحدش فصل ومحدش تشرد والى اخره. جمال مفجر ثورة التحديث والتطوير في الحزب. رؤساء صوعنة صاروا أغبياء، رؤساء نوفا خدعوا وأضل مصر ولكن في النهاية الناس دي انكشفت. انت دلوقتي لو تسأل اي واحد يقول لك ده الراجل ده عامل لي بتاع كده ومعاه شويه عيال صويع بيأجرهم الصبح عشان يروح يقف مظاهره. ده اللي بيتقال في الساحه. صحيح. رؤساء صوعنة صاروا أغبياء، رؤساء نوفا خدعوا وأضل مصر وجوه أصباطها. إذا الشعب مش عاوزك لما تعمل إيه؟ مفيش فايدة. رؤساء صوعنة صاروا أغبياء، رؤساء نوفا خدعوا وأضل مصر وجوه أصباطها. مزج الرب في وسطها روح غير فأضلوا مصر في كل عملها، كترنح السكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أسد. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وتربط من حسن مبارك القط يجب أن يخرج وبسرعة. إذا جلس في البلد سيحاكم، وإذا حكم محاكمة عادلة سيشنع. Setting in Tel Aviv tonight. I spent much of the afternoon walking around local areas here in Israel, asking local Israelis what it is that they thought about the massive demonstrations. The people that would be taking charge in Egypt are probably Muslim Brotherhood. There may be Islamic powers that can be the next dictators, as it happened in Iran. Do you think it'll affect Israel-Arab relations? Probably negatively. أمريكا وغيرها والدولار لا يتحرك إلا إذا أضرت مصالحه. وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعد من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليه. The United States is sending warships and other military assets to Egypt as the revolution there continues to intensify. Officials, 2 U.S. warships have already arrived in the Red Sea. Meanwhile, the Pentagon has denied that military intervention in Cairo is being contemplated. Separately, a U.S. aircraft carrier has been ordered to abort its mission and stay in the Mediterranean. في ذلك اليوم المخطط الملعون يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. في ذلك اليوم المخطط الملعون يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم. المخطط الملعون ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. في ذلك اليوم المخطط الملعون تكون سكة من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع الأشوريين. في ذلك اليوم المخطط الملعون يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور، بركة في الأرض بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل.